الفيوم 5 أجدد الاكتشافات في البحر المتوسط. أعلنت الحكومة عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد في البحر المتوسط. الحقيقة إن الغاز الطبيعي بيستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وقطاع الغاز في مصر كان بيعاني من تراجع كبير قوي في الإنتاج في السنتين اللي فاتوا. بس تعرف إن الغاز الطبيعي ده كان سبب رئيسي في انقطاع الكهرباء السنة اللي فاتت وتخفيف الأحمال؟ دلوقتي بننتج حوالي 4 مليار و800 مليون قدم مكعب يوميا، بعد ما كان إنتاجنا وصل لفوق ال6 مليار في اليوم الواحد. ده غير إن احنا اضطرينا نستورد غاز طبيعي مسال بعد ما كنا من الدول المصدرة. ثانية واحدة نرجع لأصل المشكلة واللي هي الدولار. فأزمة الدولار عملت مشاكل مع الشركات الأجنبية اللي بتشتغل في التنقيب عن الغاز الطبيعي جوه مصر، ولكن مع بداية السنة دي الحكومة حطت في أولوياتها دفع مستحقات الشركات الأجنبية واللي رجعت من تاني تنقب عن الغاز الطبيعي. ومع كل التقدم ده في قطاع الغاز الطبيعي، الحكومة بتطمح لإنتاج 5.5 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد في آخر السنة دي، ومين عارف يمكن نصدر أكتر وننور البلاد اللي حوالينا.